لا تقلق من كتاب لا تهتم بشيء لماكس لوكادو. لو كان القلق ضمن الألعاب الأولمبية لكنت فزت بالميدالية الذهبية. دي المقولة اللي قالها الكاتب في كتابه، وفي بداية الكتاب عرف الكاتب الفرق بين القلق والخوف، وقال إن القلق هو كم كبير من أسئلة ماذا لو، والقلق والخوف قريبين لبعض في المشاعر لكن مختلفين. فالخوف بيشوف الخطر، لكن القلق بيختلق الخطر ده. لما بتتعرض للخوف بتقرر تواجه أو تهرب، لكن لما بتتعرض للقلق بتتملي النفس بالكآبة والتشاؤم. القلق بيسرق نومنا وطاقتنا وحتى صحتنا، فيرفع ضغط الدم ويضر حركة الأمعاء ويسبب صداع. وقال الكاتب إن السبب الرئيسي للقلق هو التغيير. ففي خلال السنوات القليلة اللي مرت اكتشفنا تغير في ثوابت كتير في حياتنا، والتكنولوجيا والإنترنت مليانة بالأخبار المزعجة والمتغيرة عن الأوبئة والحروب والكوارث اللي بتملانا بالقلق. ووضح الكاتب إن المؤمنين بيعانوا كتير من القلق، ويزيد عليهم الشعور بالذنب بسبب شعورهم بالقلق. وكتير بيتسألوا هل الرسول بولس كان منفصل عن الواقع لما قال لا تهتموا بشيء؟ وإن كان من السهل إنه يقول كونوا قلقين تجاه أمور أقل، لكن الرسول بولس قصد إنك ما تهتمش بحاجة وما تقلقش وما تسمحش لأي أمر إنه يسرق حياتك وسلامك. أيوة، مفيش مفر من وجود القلق، لكن سجن القلق اختياري. وقال الكاتب إن القلق مش خطية لأنه شعور، لكن اللي بينتج من القلق هو اللي خطية. فالغضب أو الإفراط في الأكل عشان نخدر مشاعر القلق، أو إهمال شريك الحياة أو أطفالك أو عملك لتركيزك بس في قلقك، ده اللي خطية. ووضح الكاتب إن إرادة الله ليك مش إنك تعيش في قلق أو تواجه كل يوم بخوف، فالله خلقك لحياة أفضل. وسأل الكاتب خطوات الشفاء من القلق، وقال أول خطوة اهدى وثق في صلاح الله. قضي وقت مع ربنا وهيعيد صياغة مخاوفك، هيعلمك ازاي تهدى من رعبك وتشوف الأخبار المقلقة بعدسات سيادة وصلاح الله، وتميز أكاذيب إبليس وتتملي بالحق. تاني خطوة للشفاء من القلق قالها الكاتب ثق في سيادة الله. يمكن ما تقدرش تتحكم في العالم ولا الظروف، لكن تقدر تسلمها بين ايد ربنا وتثق في سيادة ربنا على الكل. وكنتيجة هتتملي بالفرح اللي اتكلم عنه الرسول بولس في فيليبي رغم سجنه والاضطهاد والألم اللي اتعرض ليهم. لكن ظروفه ما أثرتش على فرحه، وقال افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا. والفرح هنا مش شعور، لكن قرار وثقة إن الله موجود ومتحكم في الظروف صالح. فمكتوب من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر. تالت خطوة ثق إن كل الأشياء تعمل للخير. هل صعب على ربنا إنه يغير الأحداث لأجلك؟ يمكن تكون إجابتك ليه سمح بيها من البداية، لكن ثق إن الله ماسك بزمام الأمور ويقدر يغير الأزمنة والأوقات. شاف يوسف الألم اللي مر بيه في حياته من عدسات العناية الإلهية، وقال لإخواته أنتم قصدتم لي شرا أما الله فقصد به خيرا. قصد إخوات يوسف الشر ليه، لكن الله بعنايته استخدم شرهم للخير. والله ما سلبش إرادتهم الحرة ولا فرض عليهم طبيعته، لكن ما سمحش لخطيتهم بإنها تسود وتتحكم في حياة يوسف، لكن أوعاد توجيه الشر للخير واستخدم كل الأشياء عشان يتمم قصده. رابع خطوة ثق إن ربنا قريب جدا ليك. انت مش لوحدك حتى لو حسيت بكده، لكن مش هتواجه الحياة لوحدك، لأن ربنا أقرب شخص ليك. وما تصدقش أكاذيب إبليس إن ربنا بيراقب من بعيد وإنه تخلى عنك، لأن ده هيزود قلقك. وافتكر إن اسم الله عمانوئيل ومعناه الله معانا. وبينصحك الكاتب إنك تاخد قلقك وتروح لربنا وتقوله حملي بيفوق قدرتي على التحمل، وأنا محتاجك، واثق فيك إنك قريب ولا يعثر عليك أمر. خامس خطوة اختار الصلاة لا اليأس. وافتكر الآية اللي بتقول لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. لما تحس بالقلق ارميه بسرعة في الصلاة عند رجلين يسوع. صدق بإيمان إن الله يقدر يحفظ سلام قلبك وذهنك ويبني سور حوالين قلبك وعقلك لحمايتهم من هجمات إبليس عليهم. في النهاية بينصحك الكاتب إنك تواجه كل فكرة قلق بفكرة شكر. فاشكر الله على كل بركاته وعطاياه الجديدة في كل يوم. راقب أفكارك وسيطر عليها، وما تسمحش للأفكار السلبية إنها تستحوذ على ذهنك. صلي وقوله يا أبويا السماوي هدي العاصفة اللي جوايا، املاني بسلامك وساعدني أؤمن أكتر وأقلق أقل. أمين. الفيديو خلص، لكن الكتاب مليان بالتفاصيل. بنشجعك تشتريه وتقراه، وأكيد هتستفاد أكتر. ربنا معاك.